بعد تحفون هذا العفو اي في ايش من غير الارهابيين والمدمنين والحراميه. جرائم المسكرات، السرقه والرشوه، الاغتصاب. منو؟ السرقه والرشوه، الاغتصاب. واحنا مينا واحد ياخذ رشوه. الحمد لله ما عندنا غير بس محمود بولا طلال، ها؟ والرجل كمل محكوميته وطلع من السجن. لو اكواني ناسي. القبض على من كان يصدع رؤوسنا بمحاربة الفساد، ممن يدعي الشرف وهو في بيت الدعارة. أحد أكبر المبتزين في العراق، متلبسا بتعاطي الرشوة وابتزاز مدراء عام في الدولة في بغداد، ضبط اليوم وهو يتعاطى الرشاء. صباح شر الكناني. صباح الكناني. صباح الكناني. صباح شر الكناني. لك ايه من ألمع الأسماء المستفيدة من هذا العفو قاهر الحساد المشمول بتهمة ابتزاز الفساد صباح الكناني. أيوة كده يا وديع. ومن الواجب والمفروض كنا الأسبوع الجاي ننتظر باب مركز الصالحية حتى نغني له وهو طالع. الحمد لله عالسلامة يا جاي من السفر. حتى يرجع ينورنا بالقنوات الفضائية وهو يفضح الفاسدين وينتقد المبتزين والمرتشين. هاي همات الرشوة وفهمناها. الثانية شنو قلت لي؟ السرقة والرشوة، الاغتصاب. ليش احنا عندنا بالسجن متهمين بقضية اغتصاب؟ الموظف في الوقف السني يعمل كمؤذن في الرمادي أقدم على اغتصاب طفلين كانا مشتركين في دورات تحفيظ القرآن الكريم. إنه هذا الشخص مذنب اللي هو حكمة ومغتصب للأطفال. اغتصب ما يقارب 700 طفل. طبعا اثنين شكوتين فقط مقدمة، بس هو يقول أنه مجموع من اغتصبهم خلال سنوات يصلون قد 700. اغتصاب بحق 845 من أصل 1000 طالب لحفظ القرآن. حكمة العاني ايش من العفو هذا وراح يطلع من السجن؟ لا زين وش يشتغل؟ اكيد يرجع مؤذن وامام جامع، لان اهل منطقته من سمعوا بالتهمه بوقتها قالوا لا البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. على حكيكم هذا صدق لو عزة الدوري وعلي الكيمياوي اللي هسه بعدهم بالسجن كان شملوهم بالعفو وطلعوهم من السجن، لان ما شاء الله شكو صاحب جريمه منظمه، شكو واحد مسوي دقه مسخمه يشمل العفو.